الصورة. هدف للمنتخب القطري. هفوة قاتلة في دفاع العراق. أحمد علاء يقول هيا بنا إلى ريو. في ملعب البطولات العنابي لا يتوقف، العنابي يريد مزيد من الانتصارات. شوف هفوة قاتلة من الدفاع، الله على لمسة، على انطلاقه. ومين هذا؟ أسد. لمسة جميلة لأكرم عفيف، تمريرة بعد ذلك لعلاء. هجمة ثلاثية جماعية عنابية من ذهب، بأقدام من ذهب، وكأنهم يقولون هيا بنا إلى ريو. العنابي هدف، قطر هدف، العراق لا شيء. هدف يجعلنا ننتظر مباراة أفضل. منذ لحظات كنا نتكلم قضية خطيرة، ولكن بعد ذلك يكون لقط ذهاب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. لقاء الأحبة الأشقاء، حسني بحث عن خطأ، الحكم لم يحتسب شيء. العراق تندفع إلى الأمام، أسود الرافدين يندفعون للهجوم. راسية وكورة. لم تخسر العراق. هدف التعادل للمنتخب العراقي. مهند عبد الرحيم، راسية جميلة وكرة في الشباك القطرية في آخر دقائق المباراة. يا إلهي يا إلهي على لقطة على رأس مهند. يريد الذهاب إلى ريو، يريد أن يؤكد أنهم لم يخسروا، يريد أن يؤكد أن أسود الرافدين لا يستسلموا بسهولة. نعم من أجل العراق، تعادل العراق في وقت متأخر في الرمق الأخير من هذه المباراة. في الأربع دقائق الأخيرة لم نقل يا قطر بالفرصة. الآن المنتخب العراقي على تنفيذ هذه الركنية. همام أو مهاوي، على مهاوي على تنفيذ هذه الركنية للعراق. تنفذ نحو القاوي الثاني بالراسية خطيرة، ولكنها بعد ذلك إلى ركنية أخرى خطيرة لمصلحة أسود الرافدين. صعبة المباراة، صعبة دقائقها صعبة، وصعب الهدف القادم على وقع على الجماهير. عرضية أخرى يبعدها حارس المرمى بقبضة يده، ثم البحث عن مرتدة بالنسبة للعنابي. طويل الكرة لمصلحة العراق بالراس، كرة هدف ثاني لأسود الرافدين. نعم فعلتها العراق. هدف أيمن حسين، كلاكيت ثاني مرة، راسية ثاني مرة، وهدف. وقع مر يا لمرارته على جماهير العنابي. شوفها مرة أخرى، هذه عرضية وراسية وكرة في زاوية صعبة على الحارس. يسجل المنتخب العراقي في وقت قاتل هذا الهدف الذي يعني ربما الذهاب إلى ريو. كرة القدم